ما كنت أتوقع أن في ولد يهدد أمه. إي والله يهددها، يقول لها لا تستعجلين، أنت جايتني وراح تشوفين. أقسم بالله قصة عجيبة ورواية غريبة ورؤية مهيبة. السلام عليكم، أنا سعد الشمري، تابعني بحب. ما تدري، يمكن يجي يوم القيامة أشفع لك، ويمكن تشفع لي. الصديق يشفع لصديقه. قال تعالى: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. يعني ما كان لهم صديق يشفع لهم، لذلك استكثروا من الأصدقاء الصالحين واجعلوني أحدهم. قصة الشاب الذي يتوعد أمه بالويل والثبور وعظائم الأمور. يا ويلك ويلاه يا يمه، أنا أنتظر بس متى تموتين وتجين. قصة من ألم وحزن وهم وقهر وخوف. قصة مكتملة الحزن، مكتملة أرجاء الألم. أم أحمد كانت أم جميلة، ترعى ولدها أحمد وتهتم فيه، وكانت الأرض اللي يمشي عليها والسماء اللي تغطاه. كانت حنونة وحبيبة وطيبة وتلبي كل رغبة. كانت ما ترضى ينقصه شيء وتقدر تدفع له. بلعبة يا أحمد، تفضل يابا. تبي نتمشى، مشينا يابا. تبي نسافر، سافرنا يابا. ناقصك شيء، خذ يابا. تهي شيء، كول يابا. تبي تلبس شيء، البس يابا. اهتم بأحمد قمة الاهتمام. ولد مو ناقصه أي شيء، مو ناقصه أي شيء، بس اللي على أحمد أنه يأمر أم أحمد، وأم أحمد تقول لبيك وسعديك، ولا اللي تبيه أجيبه إليك بدون ما تمد عينيك ولا تمشي برجليك. المهم، تخرج أحمد من الثانوية العامة وقدم على الجامعة، وكان في صحة وعافية وطموح وأمل، وكان بارا بأمه يحبها أشد الحب. لكن انقلبت الآية. خذوا من هذه القصة عبرة، استفيدوا يا أخواتي ويا أمهاتنا ويا أخوات، والله إن لكم فيها لمعتبر، وإن العبرة التي فيها لكم لمزدجر. نصيحة أخوكم: لا تطوفون العبرة. وأثناء عودته من الجامعة رحمة الله عليه سوى حادث ومات في الطريق. سودت الدنيا بوجه أم أحمد، فقدت أعز ما تملك. الولد اللي كان مالي عليها الدنيا، كان الحزن يخيم عليها، وكان الألم يحيط أيامه وأوقاته. ولدي مات، فقدت أعز الناس. راحت الغرفة تهتلم بقايا حاجته، جمعت ملابسه وكتبه وأوراق، المخدة اللي ينام عليها والفراش اللي تغطى فيه صار عندها بغرفتها ويلزمها كل وقت. بعد أسبوع جاء أحمد لأمه بالمنام، جاها وهو يبكي، شافته وانفضح قلبه، خافت عليه. أحمد يا ولدي ليش تبكي؟ وكان يشر عليها ويقول أنت السبب، أنت السبب، اصبري بس اصبري. كانت الرؤيا رعب، وكان التهديد والوعيد واضح. الرؤيا كانت طويلة لكنها حزينة، وكان تفسير رؤياها أن ولدك هذا ينتظرك تموتين. أعوذ بالله يا شيخ. قال نعم، أمه هي السبيل الوحيد للنجاة من النار. هو يبي ينتظر موتة أمه عشان يقول لربه: يا رب، ترى أمي من يوم بلغت ما قومتني للصلاة ولا حثتني عليها، هي السبب مو أنا. كانت تبكي أم أحمد بعد الرؤيا وبعد التفسير، جمدت كل الدموع. هل تستمر في البكاء أم يجن عقله؟ كيف يا شيخ ولدي ينتظر موت؟ قال: سألها الشيخ: هل أنت كنت تقومين على الصلاة؟ قالت: يا شيخ يعني صغير وينام ويجي تعبان وأحيانا نسهر بالليل، فما يعني جاوبيني، تقومين على الصلاة ولا تتركين؟ قالت: والله يا شيخ أترك. قال: علشان كذا هو ينتظر موتك، أنت السبيل الوحيد لخلاصه من النار، وراح يضحي بك علشان يدخل الجنة. قوا أنفسكم، الله بدأ بالنفس، بعد ما تقي نفسك وأهليكم. النجاة الأنبياء: سلم سلم يا إبراهيم ما أعرفكم، يا موسى بن عمران يا كلم ما أعرفكم، يا اشفع ما أعرف أحد إلا محمد. تبين ولدك يضحي علشان، والله ما يضحي علشانك. هو الآن يقول الشيخ ينتظر موتك حتى يزفك إلى جهنم. أنقذي نفسك يا أختي، أنت أم مسؤولة، أنقذي نفسك. الأب إذا غاب، إذا مات، الآباء يموتون في الحروب، يموتون في السفر، يموتون في العمل، يموتون من التعب، يموتون من الأمراض.
أنت أنقذي نفسك، قم للصلاة. تعبان ما تعبان ما أعرفك حبيبي، يوم القيامة يفر تشوفني تسحب علي، يا ولدي أنا أمك في الدنيا ما كنت أقومك للصلاة، ما أعرفك، روحي الجهنم. يوم يفر المرء من أخيه، بس له وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ومن في الأرض، كل الناس كل الأمم كل ما حد يعرف أحد، فليش تضحين بنفسك؟ والله فجعت أم أحمد من تفسير الشيخ، وفجعت إن ولدها ينتظر موتها علشان يضحي بها قربانا إلى النار. فلا تكونين مثل أم أحمد، أو تكونين أم أحمد الثانية ويكون عندك أحمد ببيتك. إياني وياك النجاة النجاة. قم صل، هذه جنتي، ما ضحي بلا علشانك ولا علشان أبوك ولا علشان من في الأرض. هذا الخلود السرمدي الأبدي اللا محدود اللا مسدود اللا معدود. الله يغفر لأم أحمد، قدمت قلبها على عقلها. إياكم تقدمون قلوبكم